والآن جاءت الكلمة، كلمة الأستاذ والمناضل حكيم بن شماش رئيس المجلس الوطني والناطق الرسمي للحزب وعضو المكتب السياسي، فليتفضل مشكورا. شكرا. الناس الأعزاء بزكاو وخاطرين نستعرف كنطلب من الاخوان ديالنا اللي جاو عندنا الاقليم دريوش ضيوف الله يجازيهم بخير واللي ما كيفهموش الشلحه يصبروا معنا شويه لان اليوم غنتكلم شويه الشلحه. وحنا ما كنصدقوش بان التاريخ ديال المغرب في العمر ديالو 12 قرن، واخا ما كنصدقوش لان حنا سابقين لهذا القرن منذ اكثر لهذا الارض منذ اكثر من 12 قرن. رغم ذلك فرضت علينا العربيه. اهلا وسهلا مرحبا بها لان اللغه في القران حنا كنفهموها، جدودنا ما كانوش كيفهموها. ومنين جا الاستقلال تفرضت في الاداره ديالنا في هذه المنطقه، تفرضت العربيه والفرنسيه حيدوا الاسبانيه، لان الناس اللي قراو شويه في البلاد هنا كانوا كيهضروا الاسبانيه. جاوا الاداره ديالنا في الريف الاقاليم ديالو كلها بعد الاستقلال 56 57 وفرضوا الفرنسيه وفرضوا العربيه، وحنا حتى وحده في هادو ما كنعرفوها. ومنين نضرب احتجوا شويه جاو ايفو قبان 1958 59 وضربونا بالقرطاس وكملنا في العظام ديالنا، وفينا اللي مات واللي مشى للحبس والعيالات ديالنا البعض فيهم ذكرت بطولهم. هادشي حكينا عليه بجيبه الانصاف والمصالحه. كملنا في العظام ديالنا وسكتنا وصبرنا، ولذلك نرجوكم الاخوان الاعزاء ديالنا اللي ما كيفهموش الشلحه يصبروا معنا شويه، واحد 5 ولا 10 دقائق باش الزوار السيوره مازال في الزول احترافي. الثوره الزاك ديال الدهين والطاوين، الثوره الزاك ديال الدكانيرو، وخصوصا الدكانيرو فريد السي كمال الدكتور بودراد الاخوان هادشي كيسكا. ولكن كيجي اللقاء المريدين شحال زوينه السي راس المزيد الزوار هذا السي راس المزيد باش يكون لنا اولا واش فحط صوت تصاعد البصر والزوار لكم تصور السلام رئيس مفهوم ديال المكتب السياسي للحزب يجمع عدد الزاكسنا يتزونا كنحترم ديال اللقاء، ولكن نهار روح يساعد حتى باش يمشي نجمع ديال اللقاء التواصلي ديال الكناس يحترق مثلا مصطفى البكوري الامين العام ديال ساعه حتى باش يمشي نجمع ديال اللقاء المنظم كبري ملال يحترق مثلا الياس العمر نشوف هضركم وشرفه يعرف الناس. ولكن يمكن نعرفكم تستيا شويه، والانسان يمكن نعرفكم تستيا شويه لانه مرات رجع بزاف ديال الثوره السياسه ديال المغرب، الثوره في بالكيران، الثوره في الحكومه، الثوره في المشاكل اللي تهمنا المواطن ديال المغرب يكبر. يمكن نعرفكم تستيا لانه سير دوك الشيء الثوره ديالهم وحرا يمكن لكم من احسن تخلوا ولا من الله. هو منازل الثوره ما كيكون في المزاق، ولكن الزوق بما انه الثوره كيكون في المزاق الزوق كيكون مشى فيها شويه ما راه قبل بحال الزواج في 60 جنيه 60 هاي جنيه 60 الدوار يرمو خيرو بقينا نفهم الزواج كيكون مشى فيها حكم في 60 جنيه 60 الحقيقه وتراجع شي زاكم اللي يجاوبهم، ولكن في كامبكس واكيد كنيوت في كامبكس
نشوف هنا نستسلم شنو ما تكون خرق هذا تعرفوا خرق هذا يعيش هذا تربي هذا وما يتبغى شويتين يا منشان دوك علينا واحد غار تفرناي كان يقيتفوش عامين ودرت سنين ودرت شهور ولكن زبوني بغا شويتين تفهم شويتين ضواحينو يوزن ضواحينو مكتعش زين وقت اللي الى يومنا هذا من موسى غارف من موسى غارف موسى غار دريوش موسى غار ناضو موسى غار حسين واشتصر دائما لان الوالدين قبل تنضاف سنين دائما تصاحب تصرت تحيه هكا كيسمى تصرت تصديق كيسمى عطله تصرت قلبو بعد روح تصرت مره زقومي مهمه وكان اتصل بزاف ولكن اتصل تو الطاوله لان راه في زي حسين تاع تحيته بني وصلت عارف حسينه يا دريوش يا ناضي يا اي منطقه ذاك يعرف انت سيدي جو شخصيه او تجي فينو طاراسك يخفلو ما يميو هذا الماء ديال المنطقه المغارب والسواق شيخ فهم ثاني والسواق شيخ بسطاء والسواق شيخ المواطنين يتجح لنا يحودري لنا يخدم لنا يخدموا السواق شيخ بسطاء السواق النخبه اللي يغري شويه اللي يفهم شويه ما يميو هذا المعرف تجتهد تحارب ليويا دمر ليويا خصوصا الجزء غنقرا زي الوقت نسن زي الطاقه نسن حومة في الضعف ليويا حومة في الطمار ليويا مش زعرف بانه على عكس من زعرف على المناطق المغرب هادشي طاحره فاسو كيفشو منها هادشي طاحره في السطوغار ما كيفشي منها هادشي طاحره اسوس ما كيفشي منها هادشي تسرع عليه السفر يوهمنا فهمتي ديالي مصطفى السواق شيخ عامة يوهمنا البسطاء السواق شيخ يوهمنا الشباب النار يوهمني غير شويه النخبه خاص قان نستعرض في النخبه والسلام عليكم في النخبه من اللي غنرجع الثقافه الهويويه التثمير المتبادل الضمايويه برميل هادشي جزاكو ويجي الفكره ماشي المشروع في الاول اللي تتحاربوا اي مساكين سكنوات مش عم صدتو على الاقل تقول لي السيف الحزب دوري تيجي السوق شي حاجه دو بودره وقت الشيء اللي غير بجي القرش وما تعاود لنا بودره دكتور بودره ولكن عم صدتو مش فاهمه تفهموا من العداله والتنميه تحاربنا من الاحزاب تحاربنا لان هنا زي الاستقلال على الاقل زي الاستقلال حتى هذه 10 سنين هنا نمل هنا كينجم المنطق زي الاستقلال حتى هذه 10 سنين هنا كينجم المنطق ديال الحياه السياسيه ديال المغرب قانص ديال الخمسين ما لا حد إزماع غادي يحكم أبوش تجيب ما لا حد غاص الشرعيه غادي يحكم أبوش تجيب يستفدني مشين اليوم باش تلقى شنين ماشي الثورات العنصريه ماشي الثورات شنين اللي جابوا غير ديال الصحراء ديال السكان العالم القروي كيجبد شنين وانا هو الزمان وانا هو الحق وانا هو الشرعيه أفكار أسمي قريشين زمان قريش الأمهاتنا زمان دابا أضاون هذا الجبل الرجالات يعني يعجزن تماري غاصدين القدرات ساهمين يحكم الرسمي إما غير الوزير إما غير الموظف القام إما المدير الشرعي المؤسسة العمومية إلى آخره مش فاهمة أنا ممكن الدكتور وطرا فاهمة العداوة الحاضرة كناردين يوزن نفسه تفهمت ولكن ما تفهمش والتزم من القيم ديال الدار بزاف زبون يأسس الحزب اما صدقتو جنورا لا حول شي مجموعه يبقى المسؤولين ديال حزب اصاله المعاصره راح نصور اجي في مثلا قال لك التواصليه اجي في مثلا
إلا ما كيستوي الساعة اللي حضار كيما فرنسا بروكسل راح فرنسا راح ألمانيا كيفين جاي يتمثلوا أصحاب الخارج شركات أصحاب الخارج يتمثلوا عليها أجانس ساميتي راح هولندا هذا كيسمي جو مصور كيسمي حياة سيرة الرحيل كيسمي مصور أصلا شرح كمية المسانشين من يزوز الحزب من ديك مخرج بينزا إلى آخره وإذا راني حاربة غير مجهودها طرام باش راه نعزم من التواصل بينهم توصلوا إلى كيف مثلا الأغلبية سنفيريفي لأن هولندا سنكمل هولندا وليت عايشين المغربيين يمكن 90% مليون 90% فيريفي كيما في ألمانيا في بلجيك غير خارج الحرب هذا إثيوبيا غير خارج الحرب وكندا رانا كنيو الخاورة يجي قرا كنيو يشكامل يجي قرا كنيو الفدلكات المخزن يجي قرا كنيو الخاورة علما بأنه هيك هولندا الاثنين راح ندير العدد من الأحزاب السياسية جينا عندك في الصواريخ راح ندير ولا دي جمعية قطع عسل ولا دي جمعية وكيفة ولا دي جمعية حوالات ميراث جينا الأحزاب السياسية داري يتحارب بالسوق الدكتور بودرا إلى مدة 50 عام الزول ثنينوها يعني المسجد ثنينوها يحكمن ثنينوها يقهرن ثنينوها يطفل الإدارات ثنينوها يطفل الوزارات ثنين مشنين أبو خينا جبوما حتى كان كيس مشنين الزول أنا غنستمر غنعيش الدور غنعيش الدوران عيط لمدة 30 40 50 سنة يمكن مشنين أصلا اثنين صوان ضربة الوطن خزان راسه يجي تونس مشنين يخصصهم تفيقة شهور أبو خيكا جهور ما تنقدر الحزب تفيقة شهور اثنين تزغن تكتل تولي القسم شوف هنا ما يمي الزوات مثلا حتى يمكن تقطع خوشويت وفهمر ما يمي مشنين النخبة الله يوهرنا غادي يتعلمن يوهرنا نديوي الدبلومات كسنت ندير زبوزو لأن شي خصنا نصفكايا هو من دنزار ديال المنطقة 90% من دنزار ديال المنطقة كاشي بزاف فيه مثلا المغربيين ديال المناطق مثلا حسنا شي راه الهريم تصنع نهار تصفاني نبدا بمرسيدسات نبدا بكاطكاطات ما يكونش يهيف الجدود النظر آباءنا زي بداية الخمسينات وخصوصا زي أحداث بوقبان من 59 إلى هجر أوروبا رجل أوروبا شي كتفكاه مع الشعب المنطقة ديالنا كانوا يشركونا ولكن إني ما يمي نتحارب غيره ما يمي نتوزع غيره ما يمي اللي قاعد يخلقوا مع هولندا يجبوا مثلا غير في هولندا انت اللي جا مسؤول الحزب ديال هولندا انت اللي الضمان ديال القاع التواصلي حتى سكال الناس قاعداس اخوه كيجي من الجوا كيجي من بوروب سكال الناس هي ناس اللي بلاطو هي ناس اللي الصندوق البلاتين من البيرو الجمعيه ومن يعظم يفرق قاعداس من ناس ولا ناس توظيف ولا ناس تتنازل لا ناس واحد تنظم باقا تصاعد الخوة ديالنا سبقتيه شغل سبقتيه الحال بيني هاد اللقاء يعزم ضوات للأسرى والمعاصرين شنين أنا حاب نصور لك فكيف بني سكت كيف زايت منه أتساءل لماذا هذه الثقافة ديال التدمير المتبادل أتساءل السؤال الثاني شكون تساجل السؤال الثاني من الأغلبية يوهمنا رزق في المنطقة نعرف من الأغلبية صامتة من الأغلبية يوهمنا صامتة خزان تفرج ميمي يوهمني ديك السياسة شي قلنا يسمين أنواع مرزنا هنا يسمين أنواع غير بعض يفهم تلك السياسة وفي الأحزاب تلك السياسة لأنه تجعل السياسة يكسب بعض تجعل السياسة يكسب بعض يزول يعقد دارا يسمي هذا برلماني تلك السياسة على خير تجي مسألة سواء هذا القيد هذا العامل هذا الوزير يكسب بعض
يخمر المصالح صالح معقول، ولكن الاغلبيه الفيرنا صامته، اغلبيه تسميح مش الاغلبيه الصامته، وكاين لينا وهذا الزمان وكاين تفهم هذا التاريخ نسوف نسن وكاين تفهم يكسن العريض يجي عدد ضرب قران سمح ندير الدكانين علاش راه كيسن قسم راه كيتناغرو، قسم راه كيسن المحنه، قسم راه كيسن المرح، قسم راه كيسن التجربه، داك الشيء العدد غنبقاو خزانه السياسه هي اللي كتدير السياسه كمالو انه كلشي باش فانطا ونحا، كلشي باش فانطا ونحا، وبالتالي قيم غير المسافه قيم تنتقد تكان. لماذا الاغلبيه الصامته علما بانه رمضان 20 والمنطقه 30 راس التاريخ العشرينات من القرن الماضي ضمواط مثلا نعرف الجبل بحال الغرام اقطاع ما غيتشهد، الجبل هذا نعرف مار تشهد ضمواط الشتاء غادي في العشرينات من القرن الماضي بريس السواحس ومرها الحركه بجهد بقياده المجاهد البطل مولاي محمد بن عبد الكريم الطبيب بريس السواحس العالم كله. أنا نحتاج الحاجه اللي يجي القائد فلسطيني الدكان ياسر عرفات الله يرحمه ابو اياد معروف في الجديجو الزعيم هكا عام قبل الهزيمه 67 يوقع نوع عربي 67 راح نطا على راس يجي الوفد والقياده المنظمه التحرير الفلسطينيه راح ناصين الشعبيه غوصتهم راح راس باش تتعلم زيد التجربه الصينيه، زيد التجربه فيتنام، هوشيمين، كفاح التحرر، كفاح المسلح الى اخره. ما يريد ابو اياد يجي كتاب قنص فلسطيني بلا هويه. يتعجب ما بسيطو كي الناس كلهم فهموا يمشي تقع الالاف الكيلومترات حتى الصين باش تطعن التجربه الماويه، التجربه الهوشيمين ديال فيتنام. كنيو تجي طافلكم ذيني قال المغرب كاع اللي يجوا بجهل يوشى المثال المدرسه العالم قال التحرر، قال التعلق، الحريه، قال حرب العصابات. وما أخذنا غير الصور رخاء نزار بانه الاغلبيه الشباب المر وصلوا شوف نحسب شي ولكن ظهر الاغلبيه ديال المواطنه سميت الاغلبيه الصامته قيد فاروج وقت الفراتين يا وليد لازو اما ديك 4000 فقد الثقه زار دار 20 ديال الحزب ابو خزارنا ينوغن زارنا قاسينا الخونه الطاون حامش فاروج بن الهبل شوف يلا والله العظيم ما فهموا فيهم شيء وفيهم ما يمي الحرايا ما ينوض. ولذلك الزكم من الاثمان مرة راجل يزيد الكيران فالسور خص بغداد السور خص الدكتور بكرة مرة راجل يزيد الكيران ياك راجل زعر باطي ديال شي نحدكم ديالو الحقوق لكم كمرند تقشكم راكب والله ما تسمى الحقوق تسمى شيء نعم صحيح ماشي زينا يعني مثلا قالوا المشكله راه الدكان ما كان يعرف ماشي زينا يعني ولا نبدا نزار غير رزق بالكاسني خوانوا نزار رزق بالكاسني عمار ماشي كخرج الزعف هذا القرار يعرف انتو واحد المشكله مده 50 عام مالك كتستسلم من تعلم المشاريع التنميه والدوره المنطقه هذه مرة يكسب المعمل الصناصيط يكسب شوية ديال البراج محمد عبد الكريم الطبيب الحسيمة يمكن بصعوبة تمشي لمشروع تنموي حقيقي دويتي الدولة المنطقة ماشي منو تجي الوالد ديال المرضيات مثلا هاجر أوروبا كاحسن الزعف الثمرات تكفس ماشي يمكن في يزيدو ماشي يمكن في تسند ماشي يمكن في تسند الأمريكانيين ريغلمون دار الفاو يمكن في تسند عداد ديال السيارات هذا في الطائرات تيخونشا وان هذا في يمكن يخرج الشوع ولكن الحمد لله
الحمد لله نعيش شويه الكرامه نرجع لإثبات أصحاب الخارج تفكخنا الزعدوقة نصباح نريد كان شي صوي نريد كان صوي راح كارانو وكارانو كارانو كنيو ولاد السبانيول كنيو بصح نسيتنا كنيو طالع الحام اش جيب لكم بصح قناص اللي فيه الزاد وتكشي كامل نصباح عمص ونقري عريض عمص ونتمرد في المخزن كان يجي واحد 159 لانه وقفنا في الشرف هنا نكاد نصوي ديال الحركه اللي طلب بسم طالب ما عرف الحق مشينا لعقاطس مشينا لسوقاطس مشينا للسيارات سحاقا الجبوله تعرف اي فوق الدار سينا نولي نقول عفوا سويف سينا بنايا ولكن الحمد لله راوي دوسا جديد محمد السادس يقرب لي الصحه يبدا لي الصحه جديد ولكن واش نشري ما الدار ماشي هزوا شوف السكسايت ما وخنطوا ولا شي بزاف شي العقبات سيروا خدريو شويه اشوف الستات نعم انا شي دروب ماشي دروب ماشي دروب شي دروب هكذا فهمتي ايش العدد اللي هو باش العدد شو عدد واصل كمان واصل الطول بس واش الستات بغيت نسولكم الله يجازيكم بخير انا كنت غنتكلم غير على الاكل الدريوش نتكلم على الاكل الدريوش الاكل الدريوش كما كتعرفوا فيه 23 جماعه 23 جماعه هذا الاقليم تم احداثه في سنه 2008 هو و12 اقليم اخر انا بغيت نسولكم باش فايتكم اقليم وزان وهذا واش تعرفوا بأن إقليم وزان جاب نعم سيدي من 2011 جاب 370 مليار سنتيم الإقليم 370 مليار سنتيم أنا تعمدت نجيبها مكتوبة وكنتحمل المسؤولية ديالي فيها جاب 370 مليار سنتيم دار جوج برامج دار برنامج سماه البرنامج تأهيل العالم القروي ودار برنامج سماه برنامج سياسة المدينة كيهم البلديات كيهم الجماعات الحضرية. الميزانية ديال المجلس الإقليمي ديال إقليم وزان كاملة ما فايتاش 12 مليون درهم مليار و200 مليون سنتيم. ولكن علاش دوك الناس استطاعوا يجبدوا من الدولة يجيبوا من الحكومة 370 مليار علاش؟ أنا كنوجه هذا السؤال إخوان المنتخبين، إخوان النشطاء في المنظمات المجتمع المدني، إخوان المثقفين المتعلمين المطلعين على الدواخل ديال الشؤون. علاش ما استطعناش علاش في هذا الإقليم مازال كتسجلوا؟ وأنا جبت الإحصائيات عندكم هنا في إقليم دريوش نعم سيدي فيه أكبر نسبة في معدل الوفيات الأطفال قياسا لمناطق أخرى في المغرب. أكبر نسبة في معدل الوفيات الأطفال تسجل في إقليم دريوش. أضعف نسبة في النحو الأمية تسجل في إقليم دريوش. أكبر نسبة في الهدر المدرسي تسجل في إقليم دريوش. هذه إحصائيات رسمية جبتها من التقرير اللي نشرته اللجنة الاستشارية ديال الجهوية اللي كان كيترأسها السي عمر عزيماني عينو الملك باش يكون هو الرئيس ديال اللجنة اللي اشتغلت على المشروع ديال الجهوية الموسعة. ما بغيتش نتكلم على الحالة ديال الشبكة الطرقية في الإقليم نتكلم عليها بغداد. ما بغيتش نتكلم على الحالة ديال المستوصفات إلا كانت الحالة ديال المراكز الصحية اللي كما قلت للسي بالكلام غير البارح قلت له تمثل عنوان الإذلال وتشعرنا بأننا باقي كنعيشوا في بعض الظروف ديال القرون الوسطى. ما بغيتش نتكلم على انسداد الأفق في وجه الشباب ديالنا اللي تمكنوا يجيبوا بعض الشهادات أو لا بعض الدبلومات. ما بغيتش نتكلم على الحالة ديال الإحساس الجماعي بالحقرة اللي كاينة في هذا الإقليم واللي اكتشفوا فوق الجدرمي
كيحسك بانه واقف ازاء غول كيخلع بعض منهم كيعرف، ولا الرشوه اللي تسجل اعلى المعدلات، لان هنا انت متهم بالتهريب كما خرجت في الكتابه، متهمين بانهم كيزرعوا الكيف وخلوك الناس تكتب عليهم سيدي ربي كيعيشوا في واحد المنطقه ما كيقدروا يزرعوا فيها غير كيف، وكان ممكن يزرعوا فيها اناناس ولا يزرعوا فيها فريس ولا يزرعوا فيها كيوي، كان ممكن يديروا حتى واحد ما يقبل الدل. ولكن علاش الاقليم بحال الاقليم والزام جبتو غير مثال لان عندي الاحصائيه ديالو استطاع يجيب 370 مليار، باش كتعرفوا 370 مليار شنو هي؟ راه غير كيديها لكم 370 مليار. علاش؟ لانه على راس ذاك الاقليم كان واحد المناضل، واحد المنتخب اللي كيعرف يخدم، كيعرف يجمع الجماعات ورؤساء الجماعات، دايرين شادين في بعضياتهم، كيتعاونوا. علاش ولاد بلادي هنا ما كيتعاونوش؟ علاش ما عندك فوس؟ علاش ما نديروش يد في يد؟ علاش هاد الناس باغيين يبقاو مستمرين دائما متابزين؟ انا سمعت شي واحد دابا قال لي الاخوان اللي قطعتو، قال لنا راه البلد ديالك قطعت علينا الضوء، وكان بصح تاكد لنا بان البلد قطع الضوء. انا كنت غنقول لكم ولا جينا عند الرجال غادي نخرجوا من هنا في وقفه في مسيره الى كان هبطوها اللي كتقطع ولكن الحمد لله بين دابا المشكله كنعطاو التقنين المسابقه. ولكن علاش ما نديروش هكا؟ الاخوان ملي غنتشبه انظار ديالنا ملي كنكونوا الاتحاد والقوه، ملي كنتعاونوا كنوليو نتنافسوا ونخرجوا افضل وانبل واجمل ما فيها. ولكن المشكله ديالنا بلا ما نتباكاو على المخزن، بلا ما نلوحوا باللائمه على المخزن ولا على بالكيران عنده الحسابات ديالو. بالكيران الا كنا غنتكلموا على اقليم دريوش كاقليم قروي، هذا اقليم قروي، راه عندكم غير دريوش بين قوسين بلديه، عندكم غير نضال بين قوسين ولا بين 4 اقواس بلديه، عندكم غير بنطير بين قوسين بين 4 اقواس بلديه. شرحوا كل جماعات قرويه تفتقر لابسط المقومات ديال جماعات قرويه. بالكيران عنده شغل ما نسوقش لكم، بالله العظيم ما نسوق لكم، كيما ما نسوقش ماشي غير مصر، واحد العدد من المواطنين في مناطق اخرى. انا دابا سولته غير في البرلمان قلت له السيد رئيس الحكومه انت اللي كتقول بان المعاناه ديال الفقراء والبسطاء والضعفاء في هذا البلد كتحس بهم، وبان الاوجاع ديالهم كتوصلك، وبانك كتشعر بالالام ديالهم وبالمعاناه ديالهم وبالحقره ديالهم وبالفقسان ديالهم. وسيدي ياك عندك واحد الصندوق، عنده واحد الصندوق سميتو صندوق تنميه العالم القروي. هذا الصندوق كيدخل فيه كل عام 2 المليار درهم، كل عام كيدخل فيه 2 المليار درهم. إذا صرفناها يعني 200 مليار سنتيم. واش كتعرفوا اخوتي بان هذا الصندوق ما كنتكلمش على الميزانيه ديال الوزارات الاخرى، ما كنتكلمش على الميزانيه ديال القطاعات الحكوميه والمؤسسات العموميه والميزانيه ديال الجماعات الترابيه، كنتكلم غير على الميزانيه ديال الصندوق هذا سميتو صندوق تنميه العالم القروي والمناطق الجبليه. كل عام كتدخل ليه 2 المليار درهم، 200 مليار سنتيم. واش كتعرفوا بانه من 2011 جاب هادشي البرلمان، 2011 2012 2013 2014 ما نقدرش نقول 2015 لان ما عنديش ارقام. في هاد 4 سنين شحال تصرف من هذا الصندوق؟ ما وصلش 25%. السي بالكيران باش نتكلم على العالم القروي لان الدريوش جزء من العالم القروي ماشي من العالم الحضري. السي بالكيران في فبراير 2013 جاب طلع واحد المرسوم تنشر في الجريده الرسميه. ولا كنت كنكذب عليكم ولا كندار على ماشي كندار ولا كندير مغالطات، ربي يسلط عليا اللعنه وفتحوا لي دخلوا الاعلام، دخلوا الموقع الالكتروني ديال
ديال رئيس الحكومه طلع مرسوم بدايه 2013. هذا المرسوم شنو هو احداث انشاء واحد اللجنه اسمها اللجنه الوزاريه الدائمه لتنميه العالم القروي والمناطق الجبليه. السي بن كيران انتبه وعنده الحق بان هذا العالم القروي كيدخلوا فيه واحد العدد ديال الوزارات، واحد العدد ديال المشاريع، واحد العدد ديال البرامج، ولكن بيناتها واحد النوع من التداخل، ما بيناتهاش شي حاجه كيسميوها الرباطيين، يعني موالين السياسه الرباط كيسميوها الالتقائيه. جاب واحد الفكره قال لك نديروا اللجنه الوزاريه الدائمه لتنميه العالم القروي والمناطق الجبليه. هذه اللجنه كيترأسها هو شخصيا رئيس الحكومه، فيها وزير النقل والتجهيز، فيها وزير الفلاحه، وزير الداخليه، وزير الصحه، وزير التعليم، واحد العدد من الوزارات اللي مهتمه بالعالم القروي. المهمه ديال هذه اللجنه الوزاريه هو تنسق ما بين القطاعات الحكوميه باش تنجز المشاريع والبرامج اللي كتهم التنميه في العالم القروي. واش كتعرفوا بانه من نهار اللي خرج هذا المرسوم بدايه 2013 الى يومنا هذا مازال السيد رئيس الحكومه ما جمعش هذه اللجنه الوزاريه الدائمه، مازال ما جمعهاش، حتى الاجتماع ما جمعهاش. مسكين ما عندوش الوقت، ما عندوش الوقت. دابا حنا كنشوفوه كيخرج تيمشي يدير لقاءات حزبيه تيخطب على الامور اللي كتهم الحزب. شكون اللي اسبق؟ واش الوطن ولا الحزب؟ اللي كنتكلموا على العالم القروي كنتكلموا على نصف ساكنه عدد المغرب. واش تسالوا مع بعضياتكم لماذا لم يجمع رئيس الحكومه هذه اللجنه الوزاريه الدائمه؟ هذه اللجنه الوزاريه الدائمه عندها الفلوس، عندها خناشي ديال الفلوس. اييه عندها خناشي ديال الفلوس. مشكل في بلادنا صحيح ما عندناش البترول، ما عندناش الغاز، ما عندناش، ولكن ما عندناش البركه. المشكل في هذا البلاد ماشي قله الامكانيات، المشكل في جزء كبير منه مشكل هو عطب كاين في النظام ديال الحكم. باش تعرفوا واش كتسواو، كنقولها ماشي لكم السكان العالم القروي، واش كتسواو عند السيد بلاد الحكومه. لذلك ما تنتظروش منهم شي حاجه، ما تنتظروش من المخزن ومن ديك بالكيراش يجيبوا شي حاجه، ولكن اذا ما ضغطوش الوزير جيب وزير تعديل حكومي 3 مرات. حتى اللجنه اسمع، حتى اللجنه كاينه واحد اللجنه سميتها اللجنه الوزاريه اللي كتهتم بمغاربه العالم، مجمعها حتى نوضنا عليه تصيحه في البرلمان، حتى فتحناه عاد قال لك اجي نجمعوا هذه اللجنه، وعلى الله اش دار مغاربه العالم. المغاربه ديال العالم الناس ديال الخارج كيعرفوا غير يقول لهم مرحبا في الصيف يجمعوا الفلوس. لذلك الرساله اللي انا كنقولها دائما، ما تنتظروش من شي حد يجيب لكم حقكم الا ما عرفتوش تنتزعوه. ولكن ملي كنقول لك تنتزعوه ماشي معنى انني ادعو الى العصيان ولا الى التمرد، لان ما نقدروش عليه، ما نقدروش عليه. جربناه في 58 59 وكلينا العصا في عظمنا، وماشي الناس ديال الفوضى. ياك عبد الكريم الخطابي ذكر الشباب شنو قال؟ قال لك فكر بهدوء واضرب بقوه. وباش تضربوا بالقوه الاخوان هو اولا خرجوا، لانه ما كاينش شحن اخر من غير انك تخرج تقطع الصباط ديالك وتوسخ في العالم ديال السياسه. اللي كيدير السياسه خصو يتوسخ، خصو يقبل الناس يقولوا انت الشفار انت ولد الحرام انت كتكذب، وكيقولوا على بعض انه الحمد لله ما درنا في الكاش ديالنا ما درناش فيها الحرام. ماشي معناه كما قال الدكتور والضراب ان الحزب فيه الملائكه استغفر الله، ما فيهش الملائكه، فيه مواطنين مغاربه، مواطنات مغربيات، فيهم اللي مزيان يمكن فيهم اللي مزيانش، اللي ما مزيانش كنحاولوا نصلحوه، كنقولوا الحزب بحال ماشين يمكن كيحاول يصلح، ولكن كنقولوا الا ما تجمعتوش يا اخواني، الا ما تجمعتوش في الاقليم ديال دريوش غادي يجي واحد الوقت من بعد عامين 3 سنين 4 سنين ربما 5 سنين غادي نلقاو الحاله هي الحاله. ولذلك بغيت نوجه واحد الدعوه، ارجو ان تلتقط الاحزاب السياسيه اذا كانت شي احزاب سياسيه. خا الدكتور مضرة وان كان نتفق معاه الى حد كبير، اثاره والمعاصره يمكن هو البديل في هذه المرحله، ماشي في هذه المنطقه فقط، في المغرب كله. ولكن رغم ذلك لا يفترض ان هناك احزاب، وكنتمناو تكون احزاب لكن ما يكونش حزب واحد،
هذه الرساله، الرساله اللي بغيت نوجهها للاحزاب السياسيه، الناس ديالنا اللي منخرطين في الاحزاب السياسيه، الشباب ديالنا اللي كاينين في الجمعيات، اجيو نشتغلوا جميع على برنامج موحد ويكون في اطار الاصاله والمعاصره ولا في اطار حتى شي حزب اخر، ما كاين مشكل. حنا كتهمنا المنطقه ديالنا، اجي نشتغلوا على برنامج واحد. كاين واحد العدد من المطالب في هذا الاقليم اللي خصها نتفقوا عليها وخصها تجمعنا، ضروري خصها تجمعنا، ما يمكنش تفرق بيناتنا. وانا جاي عندكم في الطريق دابا كنفكر مع راسي كنقول اشنو اللي غيخليونا حنا نختلفوا، ما نطلبوش يكون عندنا الطريق اللي كتربط بين دريوش وتربوت عبر لفاسيل تمسمان الوصول الى ينزل 70 كيلومتر فقط، 70 كيلومتر. والزماوه هي المطلوب، خصك تفهم جميع الجمعيات، جميع الاحزاب السياسيه، اللي بمثابه التعاقد راس النظر، اللي بانه تشرين هكا من دار يجمعنا غنطلب. انا عذرا بلي جا دريوش تربوت اللي عندها الخفاسي اللي عندها تمسمان يطول غينزوها، لان الاقليم وريتين دريوش راس الحدود داك الحسينه، راس الحدود اكتازا، راس الحدود داك الاقليم الناظور، باش الشباب باش يوقع الرواج، باش هنا داسين وهنا الصفوان يوقع الرواج ويوقع المبادرات، خاصنا نفك العزله. نسج سمعنا بان هناك مقطع ديال طريق السيار ما بين قرسيف والناظور، مزيان عظيم، ولكن خصنا نفكروا من الان سمعوا الصوت ديال ساكنه اقليم دريوش على ان هذا الاقليم ديال دريوش خصو تربط مع المقطع. حنا ما بغيناش لوتولوت، ولكن غير تربط الاقليم ديال دريوش مع المقطع ديال لوتولوت اللي سمعنا بانه بدات الدراسه ديالو اللي غتربط ما بين قرسيف وما بين اقليم الناظور. واش ما حقناش نطلبوا من الدوله المغربيه ومن الحكومه توضع في التصور ديالها، في المشروع ديالها، الربط السككي ديال اقليم دريوش؟ واش ماشي محقنا بزاف علينا؟ علاش مزيان هادشي؟ واش ماشي محقنا في اقليم دريوش تكون عندنا المفوضيه ديال الشرطه يكون الامن؟ واش عباد الله في الاقليم ديال الناظور تيقولوا بانه كيحتل المرتبه الثانيه بعد الدار البيضاء من حيث الدوفيز اللي كيدخل عليها؟ واش ما محقناش الدوله المغربيه تلزم المؤسسات الماليه اللي كتروج هاد الفلوس يفكروا في مشاريع اللي تهز شويه ديال التهميش وديال العزله وتحقق شي شويه ديال التنميه في هذا الاقليم؟ هذه غير امثله، ما بغيتش نقول امثله كثيره. كاين بزاف اللي خصو يحضروا، كاين بزاف اللي خصو يجمعوا، وليكن خصنا نتجمعوا نتوحدوا، ماشي بالضروره في اطار حزب الاصاله والمعاصره. حنا ما كرهناش، حنا في الاقليم ديال دريوش 23 جماعه ما كرهناش، واخا نروحوا نزاودوا، واخا حنا نقولوا الله يرحم والديك بارك الله فيك شتي دخل فارس عاونا زبدنا بزاف د الحوايج، ولكن ما نولوش نديرو والو. ماشي سهله يتناقضوا بينا، ماشي سهله كاع الحمله الانتخابيه. كنا وصلنا بانه يمين تشارك نزلكم لا احنا الصندوقني لا بد الضامن منكم غادي يخدم. غتنطع الطاوله الفني خويا زار يمكن، ولكن خلاص ندير شنو غيفهم. وذلك خويا غيدافع عنه. ماشي يمروا المنشي عما صنغير غنغير شويه. تسديد بعض الامور هي تسديد. الحمد لله المنطقه نعرف بدل بزاف الامور بالدرندكس. زكومي دار المصالحه بزاف الامور بالدرندكس. السوار في الميناء، الناظور، السوار في الطريق ابريده والانتدواء، طريق السياره. واخا اذا كان المفروض يكمل كنهايه 2015 نهار يدوزو الرباح لا خصنا الناس منتصف 2012 هو خارج. علاش؟ لان هذاك 15 مليار اللي كان جمد، 15 مليار ديال الاستثمار اللي كان جمد بالكيران في 2014 كان من بين المناطق اللي تضررت منه هي هذه المنطقه، هو هذا المشروع بالذات. علاش؟ واش ما كاينش رجال ينوضوا يقولوا اللهم هذا منكر؟ ياك حنا الاخوان تربينا من عندي جيش التراب، من عندي جيش المولى محمد. داك نمشي نتربى يجي التربيه تلقى رسول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع على الاقل فبقلبه. واش نمشي نزبر غيار منكر نصوبو تما؟
أنا نستطيع أن نغير المركب بيدنا؟ مش الجواب اليوم نستطيع ولكن ما نمون نلقى فلوس ما نمون نلقى فلوس سامح في مرة فكم والسلام عليكم. شكرا وكل الشكر للمناضل والأستاذ حكيم بن شماش.